بعد مولانا يقول وهو من ثقات الناس كما قال ابن معين، وهو القائل، التفت، عن عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. بلي هاي أئمتنا، ولكن هذا ما عرفنا المسلمين بهذا، عرفناهم شنو؟ يعلم الغيب. مباشرة أنت سويت لحائط أبو طوله وش قد مولانا؟ أغلقت الباب مباشرة. قلت أول عمل في صلاته كان يلعن شنو؟ صحابة رسول الله. صح لو مو صح أعزائي؟ بعد يقترب من جعفر بن محمد لو لا يقترب؟ هو لا يعلم بأنه بابا هاي روايات مكذوبة موضوعة على أئمة أهل البيت. هذا هو الإمام جعفر الصادق. يعني يقول هذول بعد الشيعة يقولون هو في قنوتي شنو؟ يلعنك. إذن بيني وبينه يطمئن إلى مثل هذا الإنسان تابعي يلعن صحابة رسول الله؟ ما تعرفون المشكلة، الحاجز الذي أوجدناه فكريا ونفسيا وعاطفيا بين أئمة أهل البيت وبين من؟ وبين المسلمين. هذا اللي أنا الآن بكل وجودي ودا أدفع له الثمن، وعندي استعداد لأجل هذه الوجودات المباركة أن أدفع لها الثمن. لابد أن نعرف المسلمين بابا والله أئمتنا مو هذا اللي يقولوا عنهم، والله أئمتنا مو اللي يقول الأخباريين مولانا، ما مو والله أئمتنا مو اللي يقول أو بعض ما يقوله الصدوق مولانا، والله مو هالشكل. أئمتنا هذول إمام من أئمة. واللطيف أنت اقرأ أدعيتهم إذا وجدت موردا واحد أن الأئمة يقول ونحن أئمة الشيعة، يقول نحن أئمة المسلمين. ولكن أنتم ماذا فعلتم أعزائي؟ ماذا فعلتم؟ ها؟ لا، بدل أن نتبع الأئمة جعلنا الأئمة تابعين لنا، لأنه إحنا التفت، إحنا أردنا أن نسوي لنفسنا هوية منفصلة عن هوية من؟ هوية المسلمين، حتى تصير عندنا شنو؟ لا مو أفضلية، أصلا تميز. هذا التميز لمن نسبنا؟ لأنه إحنا ما لنا قيمة، قلنا أئمتنا بهالشكل فصاروا أئمتنا إحنا تابعين لهم لو هم تابعين لنا. بعبارة أخرى أردنا أن نثبت تميزنا عن الأمة ولكن بالصرف من رأس مال منه؟ أئمة أهل البيت، فضيقناه. هاي ضيقناه وإلى يومك هذا والحبل على الجرار ماشي. قلت لك أنا مرارا دا أقول بيني وبين الله القضية يا ريت وقفت أنه إحنا متميزين عن من؟ متميزين عن المسلمين. الآن دا تجدون داخل المدرسة الشيعية أصلا كثير جملة من علماء الإمامية هؤلاء شنو؟ هذا المنهج اطمئنوا يوصل لهناك. يقول وعن صالح بأبي الأسود سمعت جعفر بن محمد يقول سلوني قبل أن تفقدوني. هذول كانوا يعتقدون في الإمام الصادق، فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي. والذهبي شنو؟ يوافق، يقول بلي هؤلاء هيك أعلام كانوا، ولكن إلا ما يقوله شنو؟ الشيعة. إحنا هذا ما نقبل. جيد.